سريعا تتحرك القيادة الروسية لوضع حد لما تعتبره تمردا عسكريا لقوات مجموعة فاغنر بمنطقة روستوف جنوب البلاد، وسط دعوات للالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين لتمكين الجيش من هزيمة من تصفهم موسكو بخونة الداخل. بعيدا عن الوضع الميداني في روستوف وما جاورها، ترتفع أصوات المسؤولين الروس لدعوة مواطنيهم إلى الالتفاف حول القيادة الروسية وعدم التسامح مع الضالعين في الخيانة على حد وصفهم. تكمن قوة بلدنا العظيم متعدد الأعراق والطوائف في وحدة أبنائه وعدم تسامحنا التاريخي مع الخيانة. الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته كان صريحا وواضحا للغاية كي لا يكون لدى أحد أي شكوك أو أسئلة. الخارجية الروسية دعت بدورها إلى وحدة الصف والترفع عن الآراء الشخصية. لدينا قائد عام واحد، لا اثنان ولا ثلاثة، وإنما قائد واحد فقط. دعا الجميع إلى وحدة الصف، وهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة لنا الآن. الجميع لديهم آراؤهم، لكن تبرز مواقف يتحتم فيها الترفع عن الخصوصية إلى حين والالتفات للأهم. يا رجال روسيا، اتحدوا، وراءكم آباؤكم، أمهاتكم وأبناؤكم. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي طالب بالالتفاف حول الرئيس بوتين لهزيمة من وصفهما بالعدوين الداخلي والخارجي الساعيين لتمزيق البلاد. الآن أهم شيء لهزيمة العدو الخارجي والداخلي الساعي لتمزيق وطننا هو الالتفاف حول الرئيس الروسي القائد العام الأعلى للقوات المسلحة. الانقسام والخيانة يعبدان الطريق إلى أكبر مأساة وكارثة عالمية. لن نسمح بذلك وسنهزم العدو وسيكون النصر لنا. ساعات حاسمة تمر بها روسيا باعتراف قيادتها وعلى رأسها الرئيس بوتين، ورغم تعقيدات الوضع الحساس إلا أن المسؤولين الروس مصرون على ضرورة الاتحاد لوأد التمرد قبل اتساع رقعته.